السلام عليكم متابعي الكرام. عملان فقط في يوم الجمعة فيهما الفرج لكل مهموم ومكروب. لكن قبل البدء صلوا على نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. العمل الأول هو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب القربات وأعظم الطاعات، وهو أمر مشروع بالنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إلهيا ورد ذكره في القرآن الكريم، حيث خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم ليحتم على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. هناك عدة صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أن أفضلها هي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. العمل الثاني هو تحري ساعة الاستجابة من يوم الجمعة للدعاء فيها لتفريج الهم والغم والكرب. يقول ابن الباز رحمه الله: الله جل وعلا جعل في يوم الجمعة ساعة يقبل فيها الدعاء، وهي ساعة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة. جاء في بعض الروايات عن مسلم أنها حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلا أن تقضى صلاة. وجاء أيضا في حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وجاء في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وكلها صحيحة لا تنافي بينها. فأحراها وأرجاها ما بين الجلوس على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات هي الأرجى ساعة للإجابة، وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعاء، لكن أرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما تقدم. وبقية ساعات الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة لعموم بعض الأحاديث الواردة في ذلك. فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعاء رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة، ولكن ينبغي أن تحظى الأوقات الثلاثة المذكورة آنفا بمزيد من العناية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها ساعة الاستجابة، والله ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أتمنى أن يعجبكم محتوى قناتي وأن تشتركوا فيها فضلا منكم وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.